إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. تصدق والله يحسب سبحانه وتعالى، فإن أحدكم إذا تصدق بصدقة من كسب طيب أخذها الله بيمينه فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه حتى يأتي يوم القيامة فإذا هي مثل جبل أحد. من منا لا يتمنى ذلك؟ من منا لا يريد ذلك؟ مثل جبل أحد، صدقة يسيرة. يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: تصدق ولو بشق تمرة. كم تكلفك التمرة فضلا عن شق التمرة؟ وسواء كانت هذه التمرة اشتريتها أهديت لك، انت صدقت بها فأجرها لك. جاءتك صدقة فتصدقت بها، جاءتك هدية فتصدقت بها، اشتريتها من مالك فتصدقت بها، في كل ذلك الأجر محسوب لك. شهر رمضان هو شهر التوسعة على الفقراء والمحتاجين، هو شهر يحب ربنا سبحانه وتعالى فيه الصدقة كما يحبها طيلة العام، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره لا ينقص من أجر الصائم شيء. وقد فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء من حديث ابن عمر وحديث ابن عباس وغيرهم أن رسول الله قد فرض زكاة الفطر صدقة تؤخذ من الصائمين وترد على الفقراء والمحتاجين. فيا عباد الله، في هذه الأيام، في أيام الحصار، في أيام الألم، في أيام الوجع، في أيام العوز، علينا أن نتفقد الفقراء ونتفقد المحتاجين، فإن نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم كان جوادا كريما، وأجود ما كان يكون في رمضان صلوات ربه وسلامه عليه. فلذلك أيها الأحبة، اقتفوا آثار نبيكم وسيروا على ما كان عليه، لعل الله سبحانه وتعالى أن تضيء لنا هذه الصدقات طريقنا إلى الجنة، وأن يطفئ ربنا بصدقاتنا غضبه علينا وعلى المؤمنين، والحمد لله رب العالمين.